انا مش عارفة ازاي الوصفة دي انا ما جربتهاش قبل كده. وصفة النهاردة خطيرة وطعمها حكاية وفي حتة تانية خالص، وهي الدولمة العراقية. ودي عبارة عن محشي بالطريقة العراقية، بس مختلفة تماما عن المحشي المصري. رغم ان نفس المكونات هو الرز المصري، بس بنكهات تانية خالص، والطعم في حتة تانية وحاجة كده خطيرة. يعني لو عندك عزومة اعتمديها. الاول هنجيب ورق العنب، وطبعا علشان في الوقت ده مفيش ورق عنب فانا هجيب المعلب. هنجيب طبق وبعد كده ننزل بورق العنب فيه، وبعد كده هبدأ افك ورق العنب من بعضه. وبعد كده هيكون معايا مية مغلية هننزل بيها على طول على ورق العنب، علشان انا عايزاه يتنقع في المية المغلية علشان يتخلص من اي مادة حافظة ومن اي حموضة فيه. يعني هسيبه لمدة ساعة في المية المغلية دي، ولغاية ما ورق العنب يتنقع معانا يلا بينا نحضر باقي الخضار بتاعنا ونبدأ نظبطه. بعد كده الخضار اللي معانا هنا معانا بتنجان ابيض وكوسه، وطبعا لو بتحبوا البتنجان الاسود كمان هيبقى حلو وماشي معاهم، مع فلفل الوان وفلفل اخضر. ومعانا هنا بصلتين كبار، طبعا بصل ابيض. بعد ما بنقشرهم بنبدا بالسكينه نعمل فيها فتحه بالشكل ده، بس ما نوصلش لاخر البصلايه، يعني بنوصل للنص بس. بعد كده بناخد البصل وبننزل بيه في ميه مغليه. بعد كده بسيبه لمدة 5 دقايق، وأول ما بيعدي عليه 5 دقايق بنبدأ نرفعه على طول ونصفيه كويس. وبعد كده نبدأ نفكه، هيتفك معانا بكل سهولة. ولو حسيتي ان في ورقة جامدة لسه ناشفة يعني كده، بترجعي بيها تاني على المية المغلية، بس بعد ما بتكوني طفيتي النار. يعني بصي لازم تكون الورقة معاكي بتتلف معاكي بكل سهولة بالشكل ده، يبقى كده هي تمام. بعد كده هنجيب الورق العنب نبدأ نصفيه نحطه على مصفى علشان يصفي المية اللي فيه. وبعد كده هنبدأ نجهز الخلطة بتاعتنا اللي مختلفة تماما عن خلطة المحشي المصري. وكمان الخلطة دي بتختلف عن كل منطقة في العراق، يعني الجنوب غير الوسط غير الشمال. أنا شفت كذا وصفة وجبت لكم أحلى وصفة وأحلى طريقة للدولمة. يلا بينا نشوف خلطتنا هتبقى عبارة عن إيه. معانا نص كيلو من الرز المصري نقعناه لمدة ربع ساعة وصفناه تماما من المية. بصلة كبيرة مفرومة ناعم، حبتين طماطم مقطعينها مكعبات صغيرة جدا، وبقدونس مفروم ناعم، وربع كيلو من اللحمة مفرومة خشن مع دهن، أو لحمة مقطعينها مكعبات صغيرة جدا، وده الأفضل عشان تحسي بطعم اللحمة. معلقتين كبار صلصة، معلقة كبيرة من التوم المفروم، ونص كوباية صغيرة من الليمون. شفتوا كاسة الشاي دي نصها، مع نص برضو من الكوباية اللي أنا استخدمتها في الليمون من دبس الرمان، مع نص كوباية برضو من دبس التمر، وده أنا عاملاه في البيت، مع نص كوباية من زيت الزيتون، ولازم يبقى زيت زيتون، معلقة كبيرة من هريسة الشطة. والبهارات اللي هتبقى معانا عبارة عن ايه بقى؟ ملح وفلفل اسود والسبع بهارات ومعلقة كبيرة من السماق. وبكده تبقى جهزت خلطتنا جاهزة، الحشوة بتاعتنا جاهزة. في ناس ما بتحبش تحط سماق، في ناس بتحب تحط حبهان. زي ما قلت لكم في الأول، كل منطقة بتختلف عن المنطقة التانية. يلا بينا نبدأ نحشي بقى كل الخضار اللي معانا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما حشينا كل الخضار، معايا هنا ريش بتلو. هبدأ كده اديلها صدمة في طاسة كده مع معلقة سمنة، واول ما بتبدأ تاخد لون بنبدأ نرفعها، ويلا بينا على طول نبدأ نرص الصينية بتاعتنا. اول طبق بنحطها هي البصل، علشان انا عايزاها تاخد معايا لسعة. بعد كده بنحط طبقة من الريش، وبعد كده الكوسة والبتنجان، وفي الاخر خالص بنحط ورق العنب. بعد كده هبدأ اقفل كده الحلة بتاعتي بورق عنب. وبعد كده هبدأ احط طبق كده علشان يضغط كل ده. وهنا هحب احط طاجن من فوق علشان يقفل الغطا كويس، واحطها على نار هادية لمدة نص ساعة من غير اي سوائل هنحطها، هي هتنزل سوائل. وبعد نص ساعة هنجيب كوبايتين مية مغلية، عليهم معلقتين كبار من الصلصة، 4 معالق كبار من دبس الرمان، فلفل اسود، ومعلقة كده من معجون التمر، ومكعبين مرقة. نقلب الكلام ده كله مع بعض، وهنا ندوق نشوف الملح اخباره ايه.
هنلاقي لسه محتاجة ملح، نبدأ نظبط الملح كويس ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وهنا بعد نص ساعة هبدأ أرفع الورق العنب بالشكل ده، وهتلاقوا فيه سوائل نزلت من المحشي اللي معانا. بعد كده نبدأ ننزل بالشوربة اللي حضرناها، ولازم تبقى يعني طبقة المية أقل من الطبقة اللي من فوق، ما نزودش مية، ما نخليش شوربة تبقى أعلى من المحشي من فوق. بعد كده هرجع أقفل تاني الحلة وأحط طبق تاني ونقفل الغطا ونسيبها لمدة ساعتين على نار هادية جدا. وبعد ساعتين يلا بينا نبدأ نقلب ونشوف الحلة بتاعتنا الجامدة دي اللي عملناها شكلها عامل ازاي. شايفين الجمدان وشايفين الحلاوة؟ تعالوا نقرب بقى كده ونشوف الشكل من قريب عامل ازاي. حاجة كده خطيرة. تعالوا بقى نزين كده بحبة رمان من فوق، وتعالوا بقى لما نشوف اللحمة كده هتتقطع معايا بكل سهولة ازاي. حاجة كده من الآخر. عايزة اقول لكم بجد المحشي ده في حتة تانية مختلف تماما عن المحشي المصري. بقى هنا بدأت ادوق كده المحشي طعمه خطير. نزليه في الصوص اللي نازل منه ودوقي كده احلى دولمة دي ولا ايه. وبصوا بقى اللون اللي اخده محشي البصل، حاجة كده خطيرة. ودي كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم.